هاي، أنا إيناس. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد عن موضوع مش ناس كتير بتتكلم عنه. فخليكم معايا واتفرجوا للآخر علشان الفيديو ده فيه معلومات مهمة جدا. لو قررتي في أي يوم من الأيام إنك تسيبي شعرك على طبيعته لأي سبب من الأسباب، سواء بقى زهقتي من فرد شعرك بالحرارة أو بمواد الفرد، أو سواء شعرك تعب من كل الكلام ده وعاوزة تلحقي تنقذي ما يمكن إنقاذه، يبقى أهلا بيكي في المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية عبارة عن كوبري اللي من خلاله بتعدي بشعرك من مرحلة هلك الشعر لمرحلة شعر طبيعي وصحي. الكوبري ده بيكون عبارة عن العناية والاهتمام اللي هيصلح التلف والضرر اللي تعرض له شعرك علشان يرجع يبقى صحي أكتر. أهم حاجة في المرحلة الانتقالية إنكم تاخدوا بالكم من الكام نقطة الجايين دول. أول نقطة إنك تكوني عارفة ومحددة نوع فروة راسك إيه، سواء كانت جافة فهتحتاجي شامبو فري سلفيت، أو لو فروة راسك دهنية هتحتاجي شامبو يحتوي على السلفيت. تكوني عارفة بالظبط نوع شعرك ايه، ستريت ولا ويفي ولا كيرلي، لأن ده هيخليكي تحددي نوع المنتجات المناسبة لشعرك. تالت حاجة بقى، ما تشتريش منتجات كتير وما تمشيش ورا إعلانات والفيديوهات اللي انت بتشوفيها، لأنك لو ببساطة حددتي النقطتين الأولانيين دول مش هتحتاجي ان انت تشتري منتجات كتير. وكمان علشان ما تزهقيش وتحيري نفسك، وعلشان ما ترميش فلوس كتير على الأرض وفي الآخر هتلاقي نفسك بتقولي لا أنا هرجع أفرد شعري تاني. رابع حاجة، في الأول هتكتفي بس بإنك تجيبي شامبو وبلسم وليف إن أو كريم مرطب وحمام كريم. خامس حاجة، وهو إنك لو كنتي بتعرضي شعرك للحرارة بصفة مستمرة لمدة طويلة أو استخدمتي مواد فرد أو صبغة، فهتزودي على الروتين ده حمام كريم فيه بروتين علشان يصلح التلف اللي حصل لشعرك ويعوضه البروتين الطبيعي اللي فقده. سادس نقطة وأهم نقطة وآخر نقطة هي الصبر وطولة البال. كل ما تحسي إن شعرك مطول في إنه يرجع لطبيعته، فكري نفسك بالمدة الطويلة اللي كنت بتفرديه فيها وبتعرضيه لتلف، هتعرفي إن هو مش خسارة فيه إنه ياخد وقته علشان يرجع لطبيعته. آخر حاجة حابة إن أنا أضيفها، إنه يا ريت ما تتأثريش بالفيديوهات اللي بتشوفيها على الإنترنت وتفضلي تقولي لنفسك معقول هو أنا شعري في يوم من الأيام ممكن يبقى حلو كده، أو إمتى شعري هيبقى زي شعرهم، أو ليه شعري مش زي شكل شعرهم. اطمني، هيبقى حلو، بس انتي اصبري وما تخليش الكلام ده يأثر عليكي. الصبر والوقت والعناية هما اللي هيخلوكي تاخدي النتيجة اللي انتي عاوزاها في الآخر. أهم حاجة ما تزهقيش. وبكده نبقى وصلنا لآخر الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد أول ما ينزل. باي باي.